المنتخب النرويجي والمنتخب الفرنسي اليوم غيلعبوا كأس العالم، وغنشوفوا قوة المنتخب الفرنسي مع النرويج. حيت المنتخب النرويجي لعبنا معاه نهار اللي لعبنا معاه ماتش اميكال وتعادلنا معاه. كاين بزاف المنتخبات قال لك المنتخب بان ضعيف وما كيلعبوش وزعما ناقصين، ولكن منين تلاقات النرويج مع السنغال وربحوهم 3-1 بان الفرق، بانت النرويج فرقة كبيرة. حتى دابا من اليوم غيلعبوا المنتخب الفرنسي والمنتخب النرويجي، غنشوفوا قوة المنتخب النرويجي والمنتخب الفرنسي. هنا غتبان يعني الا خسرت فرنسا غتبان ضعيفة قدام النرويج، ربحت فرنسا النرويج غتكون فرنسا قوية على النرويج، يعني غنردوا البال منها. هذا هو اللي كاين. بحال المنتخب الجزائري كان ربح هولندا ب1-0 في هولندا، يعني راه هولندا ضعيفة على المغرب، يعني راه يعني هنا كنديروا التحليل، يعني راه هولندا ضعيفة على المغرب والمغرب زايد عليها. عاوتاني الجزائر ملي لعبت مع الارجنتين وخسرت ب3-0، يعني الجزائر راه ضعيفة وربحت هولندا. يعني ما نبقاوش نخلطوا الوراق، اوراق ما نخلطوهمش. يعني المنتخب المغرب راه قوي. عاوتاني المغرب لعب مع البرازيل وتعادلوا 1-1، ونهار اللي لعبات مع اسكتلندا ربحت اسكتلندا ب3-0، والمغرب تعادل مع اسكتلندا وربح هايتي. يعني الكرة ما كاينش المنطق، والمنتخبات كاملين بحال. وابراهيم افلاي اللي كيقولوا من المغرب ناقص وضعيف وهادي، داك ابراهيم افلاي المغرب هو غيوريهم ان شاء الله في كاس العالم، غيوريهم كيفاش المغرب غيدير هولندا وبلجيكا بحال. حنا كنخافوا من واحد الفراقي اللي كيكونوا كيلعبوا اللور، اللي كيكونوا عندهم كيلعبوا الدفاع، اللي كيكونوا بزاف د الحوايج. اما بحال هولندا بحال بلجيكا دوك شويه. والمغرب غيقول كلمه ديالو في هاد كاس العالم هذا، وان شاء الله اللقب ديالنا. وتحياتي خوتي المغاربه.